الله 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 الله، تطورات خطيرة ظهرت في قضية عروسة الإسماعيلية اللي راحت للكوافيرة يوم فرحها، وكان معاها عريسها وسلايفها، وكانت هتعمل شعرها بروتين، والكوافيرة حطت لها مادة مجهولة على شعرها تحت مسمى فرد البروتين. وبعد أول ما حطيتها لقت ان شعرها حرقان فظيع ونار طالعه من شعرها. قالت لها لا، ده هيقعد ساعه على شعرك. جرت على الشارع تصوت وتلطم، والكوافيرة وسلافها كانوا واقفين بيضحكوا عليها وما اتحركوش. وطبعا لما راحت البيت العريس لغى الفرح وقال لها انا مش عايزك، ووداها لبيت اهلها وشعرها وقع من جدره، وكمان ان في حروق جت في وشها ورقبتها وكتفها وظهرها. العريس عمل حاجه غريبه قوي. بعد ما قدموا طبعا العروسه واهلها قدموا بلاغ اسفه في الكوافيره، لقينا ان العريس هو اللي جاي لعروسته. هو اصلا كاتب كتابه عليها، كاتب رايح وبيقول لهم اتنازلوا عن المحضر ضد الكوافيرة واديكوا 20,000 جنيه. لا 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 لا، ده انتوا رباطية بقى. يعني انت مفروض اول واحدة تقف حتى كده، يعني منظر مع عروستك اللي انت اتخليت عنها وندلت يعني جامد معاها، وسبتها في يوم فرحها ولغيت الفرح، وعملت موقف زبالة والسلايفها اللي فيهم شبهة. وهي لما البنت قدمت ضد كوافيرة محضر بتقول لها اتنازلي عن المحضر. هو ايه حكايتك؟ وجاي تشهد قدام النيابة ان انت وعروستك اللي هي اللي حصل فيها كده، انت اللي رحت تشتري مستلزمات الكوافيرة، وكانت البنت العروسة معاك، يعني البنت اللي هي اسمها شيرين السيد، والبنت جت كدبتك قدام النيابة وقالت ان انت اللي رحت لوحدك وانت اصلا. لا لا، هو بصوا، هي في عصابة. وهم قالوا اخر تطورات انه طبعا تم استدعاء الكوافيرة دي للنيابة في شهر أنطرة شرق. وبعد التحقيقات معاها وكده ان هو طلعوها بكفالة 3000 جنيه. بس ايه حكاية العريس؟ والد العروسة قالت ان احنا رافضين تماما نية التصالح، لان هي البنت نفسيتها صعبة جدا. قالت هو دلوقتي البنت ابتدت تتحسن، نفسيتها ابتدت تتحسن، وبيعالجوها، بتاخد حاجات تتعالج بيها. شعرها وقع من جدره لما راحت تغسله، ولقيته وقع من جدره، غير الحروق اللي جت في جسمها بسبب المادة المجهولة اللي اتحطت على الجسم على الشعر واتسببت بالحروق دي. مهما كانت المادة دي مش مادة بروتين ابدا، البروتين ما يعملش حروق كده وبالمنظر ده. لدرجة البنت بتقول شعرها بقى يولع حرفين، وهي مش بتصوت وتلط وتقول لها اقعدي ساعة. ده انت كانت عايزة تموتها دي بقى ولا ايه؟ فلا لا لا، موقف العريس غريب عجيب مريب. فلا في حاجة. فهل هو مشارك معاها؟ بس هيعمل مع البنت ليه؟ ده كاتب كتابه عليها ولا ايه بالظبط؟ بس التحقيقات والتحريات اكيد هتثبت مين المشارك في الموضوع دوت، وهل الكوافيرة بس ولا العريس ليه دور في حاجة مش طبيعية ليها دور. يعني انت، ده انت المفروض يعني كمان يعني اتبهدلت في وسط البلد، ويعني ده بص اتخلى عنها واللي واللي واللي، فانت تيجي تبقى مع الكوافيرة وتقول لهم اتنازلوا عن المحضر وهديكوا حبايبكم يعني كده ماني اكيشكوا ب20,000 جنيه. الراجل ده في حاجة، او الشخص ده في حاجة، بلاش كلمة الراجل ده في حاجة. تمام. فالتحقيقات هتبين حاجات كتيرة جدا جدا، وانا واثقة ان هتظهر مفاجآت مرعبة في الفترة اللي جاية. والبنوتة دي ربنا يعديها من اللي هي فيه على خير، وربنا يشفيها ويعافيها من اللي هي فيه. وكفاية ان هي اتصدمت في الراجل كان خلال ساعات هيبقى جوزها من اول يعني كده موقف سابها في اهم يوم في عمرها واصعب مشكلة في حياتها كلها. هل ليه دور؟ التحقيقات هتبين. والد العروسة قال ان مفيش اي نية للتصالح، وامر الطلاق خلاص اتحسم الموضوع والقرار فيه ان هم هيطلقوها منه تماما، لان هو اللي اتخلى عنها وسابها وقال لها انا مش عايزك. هي اللي مش عايزاه، لان هي يوم هتتجوز راجل يقف معاها في الوحش قبل الحلو. و ان شاء الله المفاجآت هتظهر كتير جدا. ناس قالوا لي هي فين بقية الحلقة وفين الفيديوهات انت قلتي لنا هتظهر في الايام اللي جاية.
ادي اول مفاجأة اهي، بس مفاجأة مدوية فعلا. تابعوني في القناة وتابعوا الموضوع اول باول. احبكم في الله.